السلام عليكم ورحمة الله. بكرة بقى ان شاء الله كده عيد ميلادي، النهاردة يوم 12 بكرة 13. فانا حبيت اعمل حاجة حلوة كده بقى، يعني مش لازم تورته ولا حاجة. عملت صينية الجلاش ديت او كيكة الجلاش، مش هقولكم عملتها ازاي كده على السريع. ودي صينية هريسة مش بسبوسة، مش اللي على الوش دوت سوداني. انا ده ايه يعني نعمته شوية، هو المفروض يبقى اقل من كده يبقى مجروش معايا، بس هو نعم معايا شوية في الايه في الكب. ماشي، هنا صينيه الجلاش دي لفه جلاش نص كيلو. الحشو بتاعي هوريكم برضك الحشو من جوه، هفتح لكم واحده وتشوفوها. الحشو انا حاشيه دقيق سميد وجوز الهند وسوداني اللي هو المجروش دوت وحبه سكر، وقلبتهم على بعض، وحبه ومعلقتين كاكاو خام. ماشي، الحشوه بقى اللي انتوا عايزينها دي يعني اختياري. ماشي، هتلفيه، هتاخدي حبه على كل ورقه، تاخدي حبه تلفيهم كده اسطوانه، عشان بحيث ان الحشو يبقى جوه ميطلعش منك. وتيجي على نص الجلاشه كده ولا حاجه، تقوم جايه عاملاها ايه لفه المروحه رايح جاي كده، وبعد كده تلفيها بقى حوالين نفسها كده دايره كده على ايه هيئه ورده. ماشي، وترصيهم في الصينيه. لو في فراغات مش مشكله في الصينيه، هتتملى معاكي بايه بالصوص بتاعها. وطي شويه اشرقت. هتجيبي الخلاط او الكبه بتاعتك وتحطي فيه بضايه كوبايه ونص لبن بالتقريبا يا جماعه. في حاجات انا عايرتها وفي حاجات ما عايرتهاش، عشان انا بصراحه مستعجله، النور خايفه النور يقطع. فايه عملت ايه، اللهم صل على النبي، حطيت حوالي كوبايه ونص لبن، معلقتين زبادي. الزبادي دوت مش شرط برضه، انا ساعات كنت بعملها من غير زبادي، لو مفيش مش مشكله. كوبايه ونص لبن، معلقتين زبادي، معلقتين سكر، معلقتين نشا كبار. ده كل ده يا جماعه بالتقريبا، انا مش في حاجات زي ما قلت لكم عيرتها وحاجات لا. يبقى ايه تاني هقول تاني مكونات عشان ما ننساش حاجه. نشا، بيضه، كوبايه ونص لبن، معلقتين زبادي، فانيليا، كيسين فانيليا. كل ده تضربيه كويس في الخلاط. وايه والنشا، ما تنسوش النشا يا جماعه. ماشي اهو، ماشي زي ما انتم شايفين كده بقى. بتدخليها بعد ما تلفيها، تدهنيها بقى شويه سمنه وشويه زيت من على الوش كده، وتدخليها الفرن كده اهوت ايه تسيح بس كده المكونات معاكي، على ما ايه على ما تحضري الحاجه اللي ايه الصوص اللي هتسقيه بيها. بعد كده تطلعيها من الفرن، تسقيها بالصوص دوت، وبعد كده تكمل سواها. ماشي، انا لقيتها احمرت، كنت معليها النار لقيتها احمرت من فوق ومن تحت كانت البيضه. هديت عليها النار شويه، ما ولعتش الشوايه ولا حاجه، لحد ما ايه عطتني اللون ده كده زي ما انتم شايفين. ماشي، بالنسبه للشربات انا بحب اعمل شربات وسط، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. ديت ما بتاخدش على فكره شربات ياما. زي ما انتم شايفين الشربات بتاعها حتى ايه يعني بزياده اهو. ماشي، يعني ايه انا عملت بصراحه عشان عامله هنا اهوت للصينيه الهريسه ديت. كنت عامله 3 كوبايات، كنت حاطه لهم كوبايتين ميه وسبتهم يغلوا على النار، وتنضفي الاطراف بتاعه الحله بتاعتك عشان ما يسكرش منك. وكمان انا بكتر السكر شويه، الميه شويه علشان يغلي معايا، عشان كل ما بيغلي معاكي بيعقد معاكي كويس ما يسكرش منك. ماشي، ونص ليمونه ومعلقتين معلقتين عسل كلوكوز. ماشي، الفرق بين الهريسه والبسبوسه ان دي بتحط لها حبه دقيق ابيض. ماشي، يعني انا كنت جايبه نص كيلو، خدت منه شويه للحشوه بتاعه الجلاش، يعني اللي اتبقى مني حطيت عليه حوالي نص كوبايه دقيق ابيض، وحبه جوز الهند، وذره ملح صغيره، وحوالي نص معلقه بيكنج باودر. مش قلبتهم على جنب المواد الجافه ديت، ورحت على النار، هديت النار، حطيت حوالي نص كوبايه سمنه، كوبايه لبن، حوالي نص كوبايه سكر، وحطيت تاني، اللهم صل على النبي، تقريبا كده بس. خلاص كده يدفوا معاكي، خليهم دافيين حلوين، دافيين ولا منهم ساقعين ولا منهم دافيين ولا منهم سخنين قوي، يعني دافيين يكونوا حلوين تقدري تستحمليهم. وبعد كده تنزلي بقى بالخليط على بعضه وتقلبيهم، وتحطيهم في صينيه زي كده اهوت. الصينيه دي على فكره كبيره شويه، وكان المفروض يتعمل في صينيه اقل من كده. الصينيه دي حوالي 30، هو المفروض يتحط في صينيه حوالي 24. ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده. وزيتها بقى الشربات كان على الهادي، انا هتسيبه يهدى شويه عشان عشان متبقاش معايا طريه زياده عن اللزوم، عشان هي بصوا طريه خالص، هي بصوا عامله ازاي، عشان ما تتفرفتش منك وانت بتقطعيها. الشربات سيبيه يهدى وهي تبقى وهي تبقى سخنه. والجلاش برضك نفس الحكايه. ماشي، انا سبت بقى الجلاش يهدى شويه والشربات كمان يهدى شويه عشان ما تبقاش طريه معانا. ماشي، ودي الطريقه، يا رب تكون عجبتكم. ويلا متنسوش بقى تقولولي في الكومنتات كل سنه وانت طيبه يا ام يحيى.